حضرتك اعترضت على ان التبرعات لا تبني اوطان، والهجوم النهارده فظيع على حضرتك، ترد على الهجوم ده وتقول ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، مفيش في الدنيا ناس بتعيش على الشحاته في الدنيا. انا لازم يكون عندي استثمار. انا ماشي بمبدا ما تدينيش سمكه النهارده علمني الصيد، اديني صناره وعلمني الصيد. انت النهارده اتبرعت ب 50,000 جنيه، انا صرفتهم جبت اكل، طب وبكره؟ طب وبعده؟ طب والسنه الجايه؟ طب انا عندي عيال هتتعلم، طب انا عندي مستشفى عاوز اتعلم فيها. خلي مستثمرين يجي، مهد لهم التربه كويسه والمناخ الامن ان يبقى في استثمارات موجوده. نقي التشريعات بتاعتك اللي هي تشريعات ترجع الدنيا دي 7000 سنه ورا، ننقيها علشان نجيب مستثمرين، هو ده اللي هيستمر. طب حضرتك التبرعات دي لسد عجز الموازنه، وده امر ملح لازم يتحصل النهارده قبل بكره. نقول اقصى تبرعات هتجيلنا قد ايه؟ 5 مليار. انت عند حضرتك موجوده عجز الموازنه 340 مليار، هتجيب 10 مليار؟ نقول 20، نقول 50، كلام لا يمكن الارقام دي تيجي. انما لو عندي استثمارات كويسه تعمل التنميه، يبقى زود معدل النمو من 2% ل 6 7 8%، يبقى انا وظفت فرص عمل. وانا لو خدت التبرعات وجبت شويه اكل عشان رمضان موجودين ووزعته على الناس مكرونه وحلل وكنافه وزي الفل، طب رمضان خلص والكنافه خلصت ووحوي خلص، هنعمل ايه الجديد؟ حله خلص، هنعمل ايه الجديد؟ انا عاوز تنميه تبقى مستدامه، يبقى موجود عندي مصانع. يعني انا عاوز شيخ الازهر يطلع فتوى ان والله من الممكن ان ذكر رمضان اللي موجود ده نقدر نقوم بيه، نعمل مجموعه من المصانع، اشغل الشباب، ارجع ااهل مجموعه من المصانع بتاعت الغزل والنسيج اللي موجوده، يبقى الناس اللي ليها مطالب فئويه اختفت. هو ده الفكر الجديد. انما الشحاته والتبرعات مفيش دول بتعيش عليها. طيب اخر سؤال لحضرتك، نسبه فرص مصر في الاستثمار كام في المية وفق الاوضاع الراهنه والقوانين اللي بتحكم حياتنا؟ مصر دولة جاذبة للاستثمار، مصر دولة غنية، الإدارة بها غبية للأسف الشديد. احنا كنا عاوزين حاجتين، إرادة سياسية قوية ودي تحققت حاليا. اللي ناقص لنا إدارة رشيدة للموارد، ما عندناش. ألف شكر لحضرتك.